فعلا بمعنى التنميه البشريه وبمعنى حبك للحاجه ديت، وازاي تقدر تغير تفكيرك ممكن فعلا تحقق الغايه بتاعت الامسيه اللي هو ازاي احلل نفسي واطوي صفحه الماضي. اقدم لكم نفسي وفريق انسان. احنا ان شاء الله هنكون متواجدين معاكم في اكتر من امسيه. مفاجاتنا ان يوم الخميس الجاي ان شاء الله في امسيه كمان مجانيه لمستر انور الملكي. امسيه النهارده باذن الله هيكون متواجد فيها شهادات لمن يرغب. طبعا اقدم لكم رحبوا معي الباشمهندس احمد امجد اول عايزين نعمل امسيه هنا. الناس محتاجه تتغير، الناس محتاجه تفهم يعني ايه تنميه بشريه، وتفهم جانب من جوانب التنميه البشريه اللي بيتكلم فيه قليل جدا في الوطن العربي كله. ففعلا انا قبلت الدعوه بشكل سريع جدا. يلا نشتغل، يلا نروح. مثلا الناس عايزه تتعلم، ما ينفعش ان احنا نقول لا، ما ينفعش ان احنا نقول مش هينفع نروح. تعالوا نيجي، تعالوا نتعلم، وتعالوا نشوف جوانب جديده في التنميه البشريه ونتعلم وننهض بيها. القصه مش قصه ثوره ولا قصه ان احنا نعمل حاجه ونغير حاجه، القصه التغيير فينا احنا. ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. طب احنا نغير نفسنا ازاي؟ اذا كان احنا ما عندناش الاليات والادوات اللي نقدر بيها نشتغل على نفسنا ونطور نفسنا ونساعد نفسنا. فالمهم ان احنا نشتغل على نفسنا الاول. لو احنا اتغيرنا الاسره هتتغير، المجتمع هيتغير كله، احنا في الاخر فرد منه، صح ولا لا؟ ومن هنا كانت بدايتي اصلا مع التنميه البشريه. انا في الاصل مهندس مدني. في حد هنا مهندس؟ حد مهندس مدني؟ تمام. في القلب. فانا مهندس مدني وما زلت بشتغل مهندس مدني، لكن التنميه البشريه غيرت حياتي بالكامل 180 درجه. واما غيرت حياتي حبيت ان انا اغير الناس، حبيت ان انا اغير فعلا الناس اللي عايزه تتغير. في الاخر لازم انت عايز، صح ولا لا؟ انت جيت النهارده عشان عايز تعمل حتى لو خطوه في حياتك اللي قدام، صح؟ لكن مشكلتنا دايما ان احنا ما بنعرفش نعمل كده ازاي. بنكسل نتعلم نعمل كده ازاي، لكن ده اللي احنا عايزين نلغيه من دماغنا. عايزين نبدا نطور من نفسنا ونغير من نفسنا. طيب كمدرب. طيب نخش بقى في الحاجات. حابب تعمل حاجه عن الطاقه؟ سمعت عن الطاقه؟ ايه الطاقه دي صفحه حلوه قوي. طيب هنتكلم كتير. لا لا مختصر. خلينا مختصر. هو انا سمعت عن الطاقه ان هي حاجات روحانيه. زي مثلا علاقه ربنا. وان الطاقه بتجيب الانسان من الشخص الاكثر ان احنا عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ هي الاسباب. اسباب. واحنا بنوصل الشعور بتاعنا او التعبير بتاعنا عن طريق مثلا حاجات في الشارع او الرياكشن بتاعنا. وازاي هوصلك مثلا تقبلات الوقت طبعا الطاقه من جسمي هتوصلك لنقطه تقبلات وهكذا. يعني بس مش شكل قوي. طيب مين تاني؟ عايز اسمع افكاركم عن الطاقه. اتفضل. انا اعرف عنها الطاقه تامل او اللي عرفت تاني ان ليها اضرار كتيره يعني بالنسبه للطاقه وكده. كهرباء يعني كهرباء بالنسبه للكهرباء يعني ممكن الشخص بتتكلم عن حاجه اسمها سبيريت اوفر مايند قدم او ريفلكسولوجي. ده علاج بانعكاس مراكز الطاقه اللي هي كل لاحظت كل المسارات في الاخر بتتجمع عند الرجل، صح؟ هي ده اسمه علاج بانعكاس مراكز الطاقه. تمام؟ جسم الانسان مرسوم في 3 مراكز: بطن الرجل من تحت يمين وشمال، كف الايد والدين. فانت في مراكز معينه لكل عضو من اعضاء الجسم. مش عايزين ناخد فيها، عايزين نتكلم في قضيه مثلا. طيب وبين العامين 475 و 221 قبل الميلاد دون كتاب تحت اسم تقاليد طب الامبراطور الاصفر يصف مسارات الطاقه بطريقه يمكن التعرف عنها الى يومنا هذا. طيب ده كده كله زمان في الصين. زمان الناس كانوا بيشتغلوا بيها بشكل معين ويبداوا ان هم يشتغلوا ويعالجوا بيها، لكن كان معظم الناس الكهنه او الناس اللي هم الروحانيين هم الوحيدين اللي كانوا عارفين السر. لكن لما بدا تطور العلوم تطور، الناس بدات تسافر من الغرب وبدات يشتغلوا فيها، فبدات العلوم دي تنتقل من الصين والشرق للغرب وبدا ان هم يطوروها ويشتغلوا عليها. البدايه الحديثه كان مع دكتور اسمه جورج جودهارت. بدا يدرس ويعمل دراسات على علاقه الطاقه دي او المسارات دي باعضاء جسم الانسان. طب لو المسار ده بيعمل ايه في الجسم؟ طب ده بيعمل ايه؟ طب ده لو اشتغل بشكل كويس هيحصل ايه؟ طب اما العضو ده يحصل له مشكله، ايه المسار اللي بيحصل له فيه سبب؟ طيب احد تلاميذه كان الدكتور روجر كاليهان.
راح عامل بقى علم، بدا يقنن الموضوع بشكل علمي، وبدا عمل حاجه ما تسمى التي اف تي ثوت فيلد تكنيك او العلاج بحقول التفكير. بتعتمد ببساطه على الربط على مسارات معينه بترتيب معين فيما يسمى اللوغاريتمز او اللوغاريتمات او الخوارزميات بالعربي. ان انا النهارده عايز مثلا عندي شعور بالغضب، يبقى لازم تعمل 1 2 3 4. عندي مثلا مش عارف وجع فين، فاعمل 1 2 3 مسارات معينه بشكل معين وبطريقه معينه. فكان احد تلاميذ الراجل ده دكتور ريشارد كالهان كان مهندس اسمه جاري كيك. قال طب هو ليه انا امشي بمسار معين؟ ليه امشي بترتيب معين؟ ليه ما اتغيرش وابدا ان انا اشتغل بشكل معين بشكل بسيط؟ ليه ما بسطهاش؟ فعلا خدها واشتغل عليها واكتشف ما يسمى او هو سماه الاي اف تي او ايموشنال فريدم تكنيك، وهي احدث الالات. هو على فكره مهندس في اوائل الثمانينات اكتشفها وبدا يشتغل عليها، وفعلا تقنيه زي ما هنلمسها النهارده ان شاء الله من اكثر التقنيات اللي انا شخصيا اتعلمتها. انا دارس طاقه برانيك هيلينج ودارس بي اتش مع دكتور ابراهيم لحد اخر مستوى، هو طبعا اللي هو المستوى الثاني. دارس ان ال بي ماستر براكتيشنر في الان ال بي، مميز في الان سي دي. ما اعرفش حاجه الهيبنوز حاجه اسمها كلينيكال هيبنوثيرابي من بره برضه مش في مصر، دي اللي كان واخدها الدكتور ابراهيم الله يرحمه. فكلينيكال هيبنوثيرابي، التي اف التايم لاين ثيرابي، فدي العلوم اللي ممكن تعالج حاجه نفسيه صح ولا لا؟ دي اقوى الى مناسبه، دي اقواها بتاثيرها وسرعه تاثيرها مع الناس، وقد ايه هي بسيطه الناس تتعامل بيها وتشتغل بيها لاي حد سواء مع نفسها سواء مع غيرها، لان دي اقواها. تمام؟ طيب هنشوف فيديو دلوقتي بيعرفنا ممكن يبسط لنا موضوع حوالين النسائج بحيث انها توصل لكم بشكل حتى تلمسوا حاجه ممكن يكون في صوت. I was diagnosed with multiple sclerosis. I cannot find any traces that it ever existed in my body. I had a big allergy and I was allergic to the world, basically. I am not allergic to anything. I can eat anything I want to. Change it. Craving for the cookie. EFT stands for Emotional Freedom Techniques, and it's an emotional version of acupuncture, except we don't use needles. Instead, we address emotional issues. The emotional contributor to disease and ailments and physical things is far greater than the emphasis that's been given to it today. All of us know intuitively that if we're carrying around angers and griefs and guilts and traumas, it shows up physically. It tends to balance things out, and people that would have an intense emotional issue, it would just fade. Sometimes it would happen in minutes. Once you start taking care of these emotional issues and doing it correctly and really resolving them, physical things start to subside as well. Immediately I could control my pain levels. I cannot think of one case that did not work on a migraine. My migraine was gone in 10 minutes. I don't have diabetes anymore. I don't have to check my blood anymore. I gave my blood meter to my sister, whose cat has diabetes because he's overweight. It's a very ancient, very well-established process. The ancient Chinese way of going about it. We've dusted it off. And we've added innovation or two. And this is the new forefront to me. We're on the ground floor of this new heating iron. When I was 10 years old, I fell down a 25-foot hay chute. I landed in a sitting position on a concrete landing, compressing my spine. I underwent my first back operation in 1971, a second one in 1972, a third one in 1979, a fourth one in 1984, a fifth one in 1992, and a sixth in 2002. With each surgery, the pain just got worse. I lived in pain my entire life. I lived on Tylenol with codeine 4. I took them like candy. I was diagnosed with multiple sclerosis, which was another devastating blow, and my response to that was, God, how much can I take? I was totally wheelchair bound for 5 years. EFT brought me out of the wheelchair, put me on arm crutches, which my doctor said would never happen. Went from arm crutches to giving up Social Security disability and returning to work. I see EFT cure things that are incurable all the time. When it comes to the MS, I'm completely cured. It's gone.
saying by that